ممكن اخرجت الوداد نسبيا من المباراه، خصوصا عندما لم يحتسب ضربه جزاء، لم يحتسب الخطا اللي من بعده تعطى ضربه جزاء. شوف هذه هي الكره اللي ممكن كان منها ضربه جزاء. شوف هنا دفع من الخلف لمعلول للعمود، كان يستحق عليها ضربه جزاء. شوف هنا الارتقاء الاول، ثم هي دي مش فاول يا عزيز؟ لا هو واحد بينط على الكره، واحد بينط على الكره، كوع في دماغ معلول. لا هو لا انا بقول لك كوع في دماغ معلول. وين معلول؟ مش من البدايه بس معلول مش طالع للكره وائل. من البدايه يا عزيز، من البدايه كوع في دماغ معلول. ولو الزقه دي في ضربه جزاء يبقى الكره اللي في الشوط الاول تبقى محضر واسم لا قضيه في الشرطه يعني. شوف هذه ضربه جزاء. فيها الكره الثانيه فيها خطا واضح. شوف دفع من وراء واضح. اللاعب لاعب الكوره يا عزيز. يعني الحاجات دي يعني مش دي اللي بتحسب ضربه جزاء. لا بس انا بقول انت كنت لعيب كوره وانا لعيب كوره وحاتم لعيب كوره. في كوره خطا واضح للوداد ما تتحسب للوداد. بعد ذلك هدف الثاني للاهلي، مترجد رايح بالكره. هذه فاول، هذا فاول على الاول، هذا فاول يستحق عليه كارت اصفر. ولو اخذ كارت اصفر مروان عطيه ما يلعبش مباراه الاياب. اذا هنا وائل بامكانك تتفاعل مع الكابتن عزيز. ما انا بتفاعل مع الكابتن. لا هذه كارت اصفر. لو ياخذ كارت اصفر ما يلعبش مباراه الاياب. مروان عطيه ما يلعبش مباراه الاياب. المهم هذا اقل. شوف انا ممكن اقول لي انا مش مؤثر على المباراه، انا بتكلم كثير على الاخطاء اللي مؤثره على المباراه. ضربه جزاء والخطا على مترجي اللي لازم يتصفر عليه. هذا من وجه رايي وائل. ممكن اتكلم انا؟ تفضل. لا بس اجيب اللقطه بتاع الكره. لا الكره بتاع الفاول. شوف وائل يعني هي فيها فاول. لا فيها فاول يعني. انا مش مختلف معاك يا عزيز، انا مش مختلف معاك. يعني يبقى القرار. وانا لما اتكلمت على الحكم، يا عزيز قلت الحكم مهزوز لان دي قرارات بتاثر في سير المباراه. هنا هذا فاول صح ولا صح؟ الحكم لم يعلن على الفاول وسوء تقدير. بس اولا يا حكم انا معاك ان هي فاول. بعد الفاول لازم نبقى مركزين صح ولا لا؟ انا مش بتكلم. انا هقول لك بس انا بعلق على الكلمه اللي انت قلتها. هنا لو دي فاول، اللاعب الخطوتين ثلاثه اللي خدهم بعد الكوره هم اللي ادوا الايحاء للحكم الكوره دي. خلينا انا مش بتكلم في هذه النقطه، انا معايا ولا انا اتكلم على اخطاء الاعاده البطيئه. انا اتكلم على اخطاء الوداد. هنا نتكلم على كره بدايه من حارس المرمى. تمام. احنا لا نتكلم على كوره لعبت كونتر اتاك من الفاول احتج الوداد تلعب كونتر اتاك. احنا نتكلموا على فاول. هي دي بدايه اللعبه يا مهند. اللقطه دي ده اخر لاعب فعلا في يعني في الهاندبول ده اخر لاعب فعلا عطيه يعني الله هنا. يعني هنا كارت هل احمر. تستحق كارت احمر او لا؟ لان هو اخر لاعب. هذا سؤال. يعيد اللقطه دي تاني بقى من اولها. انا ما شفتهاش غير دلوقتي اهو. ده هو اخر واحد في الملعب يا مهند، لابد كارت احمر. هذا سؤال يطرح للكابتن وائل جمعه حاتم عزيز. لا هاتها من الاول. من البدايه. لا مش دي، قبل كمان لازم الحاله تعطينا اللي هي اللقطه الاوسع اللي بتبين دي. هنا كارت احمر لان هو اخر واحد. بص هنا كل اللعيبه قدام، هو اخر واحد هو عطيته الله. بص اخر لاعب في الملعب. اخر لاعب مفيش لعيب بعديه. اخر لاعب في الملعب اهو. عد لعيبه الوداد اللي هنا هتلاقيهم 10 لعيبه. وائل اوكي معاك انا. لا احنا لازم انا بحسبها واحده يعني واحده. لكن هذه كارت احمر، والثانيه ضربه جزاء، والثالثه فاول. يعني اللي واضح مش كده اللي واضح. انا حسب رايي متواضع حقيقي يعني. حسب رايي مبعوث السلام. شوف انا اعتقد معلول يعني. احنا بنتكلم كوره يا حاتم. احنا بنتكلم كوره. مش لا انا اتكلم على البينالتي الاول معلول. مستحيل تتحسب ضربه جزاء. لا مش لو في مستحيل. ليش هي الزقه دي مستحيل؟ علاش؟ حيت الاهلي مستحيل. لا لو على الاهلي هقول يا عزيز. كن معقول يا وائل. لو على الاهلي انا هقول واش واحد دافع من ورا بتقول لي مش. لا لو على الاهلي ضربه جزاء انا هقول لك ضربه جزاء. هذه قلت لك انا هذه كارت احمر. هذه كارت احمر لانه اخر متابع. وانت تقول لي هذه والثانيه مستحيل. الاهلي ضربه جزاء يعني مستحيل. لو على الاهلي ضربه جزاء هقول لك على الاهلي ضربه جزاء. انما دي مش مستحيل. خليه يكمل الفكره. معلش يكمل الفكره. انا بتكلم ان الزقه بتاعت معلول دي تحصل زيها
300 مره في داخل منطقه الجزاء يا مهند، ما تحسبش ضربه جزاء يعني زقه عاديه عاديه جدا، طيب احتكاك عادي. وردها عليه. لا هو قال زقه عاديه. جيب الفار وشوفها واش عاديه. جيب الفار هات الفار، هات الفار. اللاعب لاعب الكره بدماغه عادي جدا، رايح بدماغه، واحد دفعه من ورا. انت لو بتحسبها كده يبقى اللعبه من البدايه. شوف هو طالع براسه، طالع ما فيهاش، طالع براسه. شوف هات هوب ودفعه من ورا. كوع في دماغ معلول في الاول، ظهره مش في دماغه، في ظهره. كوع في طيب دماغ معلول. استمعنا لعزيز مش عايزين وجهه نظره، نضيع الوقت في الحالات استمعنا التحكيميه. لوائل الجمعه. طيب خلونا مبعوث السلام نسمع وجهه نظره في هذه الحاله. حاتم. انا اعتقد صعيب الحقيقه، يعني هو ارتقاء الاول ارتقاء سليم بالنسبه للاعب المغربي. يعني مفيش كوع في دماغ معلول؟ لا ارتقاء سليم، لا توجد ارتقاء. الارتقاء هذا، لكن في الارتقاء لم يكن هناك كوع، هو نازل.